هلو كيفكم يا حلوين؟ شو الأخبار؟ معكم شهد، واليوم حابة أعمل لكم فيديو تجميلي عن إنه كيف برفع حواجبي ورموشي في البيت من دون ما أصرف ولا دولار بالصالون. الموضوع كتير سهل وبسيط يا بنات. أنا بالبداية كمان كنت مفكرة إنه الموضوع معقد، بس صدقوني أبدا مو معقد وتقدروا تعملوه. أول شي هون أنا بمشط بحواجبي مشان أفرجيكم قديش شعر حواجبي عنيد شوي، يعني قد ما برفعه لفوق بيرجع بينزل لتحت. أول خطوة هي اختيارية، حطيت صمغ رموش على حواجبي. الخطوة هي مو لازم تعمليها لأنه أنا جربت أعمل حواجبي مع ومن دون صمغ الحواجب ونفس النتيجة بتطلع لي. بعدين أول خطوة إني أحط البيرم سولوشن. طبعا المنتج اللي أنا استخدمته راح أحط لكم رابط الأمازون تبعه تحت في صندوق الوصف، بس هو الفيديو مو إعلان ولا سبونسرد ولا أي شيء. هذا المنتج عن تجربتي الخاصة، أنتوا أحرار بدكم تستخدموه أو تستخدموا أي منتج تاني. المهم تلتزموا بالتعليمات اللي موجودة بالمنتج. أكيد رح يحكي لكم بالبداية تحطوا البيرم سولوشن وتتأكدوا أنه تشبعوا الحاجب هذا المحلول، وبعدين تغطوه بكيس نايلون مثل ما أنتم شايفين بالفيديو. أوكي، وبعد مرور 10 دقايق هاي الخطوة مهمة. أول شي لازم تنظفوا الحاجب من البيرم سولوشن، تشيلوه كله، وبعدين لازم تمشطوا شعر حواجبكم بالطريقة اللي انتم حابين تكون بالنهاية. يعني إذا بدكم إياها تكون سبايكي وطالعة لفوق ومجنونة ممكن تطلعوا لفوق، إذا بدكم إياها تكون شوي أهدى ممكن كمان تمشطوها. يعني انتم هون بتشكلوا شكل الحاجب. أنا هون أخذت وقتي عشان أمشط حواجبي وأتأكد إنه الشكل مثل ما أنا بدي إياه، لأنه أنا ما بحب إنه حواجبي تبين إنه أنا عاملة اللامينيشن، ما بحب إنه تكون مجنونة وطالعة لفوق كتير. ما بعرف إذا منتبهين، بس في بنات مرات بيعملوهم وتكون النتيجة كأنه هيك في عش فوق، أو يعني الشكل غريب كأنه شنب. بعد ما تخلصوا من خطوة تشكيل الحاجب بنحط مادة التثبيت اللي هي كتير مهمة. هي المادة اللي راح يعني تشكل الحاجب بالطريقة اللي احنا رسمناها. وكمان لازم تتأكدوا انه تشبعوا الحاجب بهاي المادة، تتأكدوا انه كل شعرة اخدت حقها من هاي المادة، وكمان تحطوا كيس نايلون وتستنوا 10 دقايق. بعد مرور 10 دقايق بنشيل المادة من حواجبنا، وهيك بتكون خلص يعني حواجبنا هيك شكلها وكل شي تمام والعملية خلصت بنجاح. بس بعدين رح نسمع العلبة اللي اشتريناها لللامينيشن شو بتحكي لنا. أنا العلبة تاعتي حكت لي إنه أحط خطوة ثالثة، واللي هي مادة الترطيب عشان تغذي شعر الحواجب أو شعر الرموش. فأنا هون حطيت مادة الترطيب، وكمان تأكدت إنه تتوزع على كل شعر حواجبي، وتركتها تقريبا لمدة 7 دقايق. وبعدين جبت نابكن ومسحته وبلشت أمشط حواجبي، وهي النتيجة النهائية يا بنات. النتيجة خيال بتجنن، وخصوصا إذا كانوا حواجبك رفاع وما في كثير شعر. هاي الطريقة بتخلي شعر حواجبك خمين. من وقت ما بلشت أعتمد اللامينيشن بالبيت بطلت أستخدم جل الحواجب، وبس الصبح بمشطهم وخلاص، ما بهتم يعني لأنه حيضلوا مكانهم ما رح ينزلوا لتحت. هلا صار وقت نبلش بالرموش. أول شغلة طعجت رموشي، وبعدين استخدمت هاي الشغلة اللي بتيجي بالكيت تبعت اللامينيشن، وبعدين حطيت جلو تبع رموش من تحت ولزقتها على جفني، وكمان رجعت حطيت جلو تبع رموش من فوق وبلشت أطعج رموشي مثل ما شايفين بالفرشاية عشان ألزق رموشي لفوق، لأنه الفكرة أنه أنا بدي أشوف وأتحكم وأتأكد أنه المادة ما تدخل لعيني. هلا برجع بجيب المادة الأولى اللي استخدمناها كمان مرة اللي هو البيرم سولوشن، وأحطها بس على جذور الرموش، ما في داعي إنه تحطيها على كل الرموش. وبعدين حطيت كيس النايلون واستنيت كمان مرة 10 دقايق، وهون شلت المادة وبلشت أحط مادة التثبيت نفس خطوات الحواجب بالضبط. وبعدين حطيت كيس النايلون ورجعت مسحت المادة كمان مرة بعد 10 دقايق أكيد. وآخر شي حطيت مادة الترطيب عشان أغذي شعر الرموش،
وشلت هاي القطعة اللي بتنحط فوق الجفن، وهي كانت النتيجة. مثل ما شايفين هون في عين أنا عاملت لها لفت وعين لا. هلا الصراحة أنا مرات بغلس على موضوع الايلاش لفت لأنه بحسه بياخد مني وقت أكتر. تبع الحواجب دائما بعمله لأنه كتير بحب النتيجة. أتمنى أنه النتيجة أنتو كمان حبيتوها. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، وعن جد أنا كتير محتاجة دعمكم هاي الفترة، فشكرا لكل حدا عم بعلق وبيكتب لي كلام كتير حلو تحت الفيديوهات. بتمنى أنه رجعتي والفيديوهات اللي عم بنزلها خفيفة ولطيفة وعم بتحبوها كمان. إذا عندكم أي أفكار أو اقتراحات لفيديوهات جاية اكتبوا لي إياها تحت في الكومنتات. بحبكم بحجم السما، وبشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.